3 2 1. هلو لويتا، wie geht's؟ يا رب تكونوا بخير. انا مروه ودي قناتنا عشان نتعلم فيها الالماني خطوه بخطوه مع بعض. والفيديو بتاع النهارده هو فيديو فك الشفره. يلا بينا نكتشف. اول شفره معانا هي شفره ا او، واللي موجوده في كلمه اوتو، ودي بننطقها او تو. تاني شفره معانا هي اي، اللي جايه من الضرب، واللي موجوده في كلمه ايس. يبقى اي بتتنطق اي، اي زي كلمة ايس. بعد كده عندنا شفرة الحب. ايوه بالظبط كده، اي اللي هي ايه زي في كلمة ليبة، وليبة يعني الحب. حتى بنقول جملة اش ليبة دش، يعني انا بحبك. فليبة المقطع اي. بعد كده عندنا اتنين شبه بعض جدا وقلناهم في اول فيديو، خلي بالكم. المقطع بتاع ايه او اللي هو اوي، زي كلمة اويغو، اويغو اليورو بالالماني. وبعد كده عندنا A و زي في كلمة هويزا، هويزا يعني البيوت. وهنا عندنا سؤال، ال A umlaut أو ال A umlaut بننطقها ايه؟ هستناكم تكتبوا لي النطق بتاعها في الكومنتات. بعد كده سيها، سيها زي في كلمة إش، إش. بنحط كده لساننا لجوه إش، ولا كأننا قلنا شين قوية ولا كأننا قلنا ث. فاحنا بنقول إش، إش. وإيش يعني أنا، وهناخد الضمائر إن شاء الله مع بعض الفترة الجاية. وعندنا تسيها اللي هي خ. طيب إمتى بنطق التسيها خ؟ في 5 حالات أو 4 حالات. لما بتيجي قبلها أو أو أو، زي كلمة نخت، زي كلمة نخت قلنا خ. بس غير كده لو ما جاش قبل التسيها ال4 حروف أو ال4 مقاطع دول بنقولها ش، ش. واللي بعده الشين الصريحة، الشين المصرية الأصيلة، زي كلمة دويتش، زي كلمة دويتش. آخر مقطع اهو شين كاملة ما فيهاش أي هوا، دويتش. وهنا حتى في المقطع بتاع أوي، أوي اللي لسه واخدينه من شوية. بعد كده عندنا تسيها اس اللي بيتنطق اكس، زي كلمة فوكس، ثعلب، فوكس. وبعد كده تسيكا، تسيكا هي كاف صريحة، تسوكا، تسوكا. وهنعرف هي الآغ اللي في الآخر دي بتتنطق ولا لأ في آخر الفيديو، ركزوا معانا. بعد كده عندنا ايجي، ايجي. ولو ما شفتش نطق الحروف كويس في أول فيديو ارجع وشوفه وتعالى تاني للمقاطع. ايجي بيتنطق حاجة من اتنين، يا إما إش زي كلمة فيشتش، فيشتش، يا إما إك. في ناس بتنطقه كده وفي ناس بتنطقه كده. وزي ما احنا عارفين ألمانيا متقسمة لمناطق، فممكن نلاقي في الآخر أو أواخر الحروف أو الكلمات كنطق بتختلف، وده طبيعي جدا. زي عندنا في النطق الاسكندراني مثلا والنطق الصعيدي وغيره. بعد كده اسبي واستي. اسبي بنقولها شب، شب، زي كلمة شبوت، شبوت رياضة. استي بنقولها شت، شت، زي كلمة شتودنت، شتودنت طالب. فالمقطع ده مهم. بي اف مش بنقول البي صريحة، ما بنقولهاش كده، بنخطفها فاد، فاد. فبنخطفها زي كمان كلمة فليجة اللي هو التمريض. فهنا بفاد الحصان بنخطفها كده. عندنا مقطع برضو اللي هو كو او، ده اللي هو كفه، كفه، زي كلمة بكفيم، بكفيم. بكفيم دي صفة بمعنى مريح، بكفيم. ومقطع مهم ومنتشر بتاع تسيون، تي اي او ان. وده زي الانجليزي، زي الانجليش بالظبط في الكتابة، بس مختلف في النطق. فمش بنقول شان زي الانجليش، لا بنقول تسيون. وهنا كلمة المثال اللي معانا انفورماسيون. واخر مقطع واللي عليه جدل كبير الاي اغ، زي كلمة فاسا، فاسا، فاسا يعني مية. في ناس بتنطقه فاسا، ففي الاخر لما بيجي حرف الاغ مش بننطقه، وده في الغالب. وفي ناس تانية بتقول لا ننطقه، فبتقول فاسر، فاسر، وبتسمعوها كده. مش هنقول مين صح ومين غلط، هنقول ان هو في نطقين عشان هتسمعوا الاتنين وبس كده. ده كان اخر مقطع معانا. ودي الشفرات. وزي ما احنا اتفقنا اللغة الألمانية ليها شفرات، وهي لغة قوية، لغة هتلر يا جماعة. فهتلاقوا كتير قوي حروف زي الشين والخ والغ كده. فشوفوا المقاطع دي وان شاء الله هنتدرب عليها اكتر في الفيديوهات اللي جاية. وشكرا ليكم، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ونتقابل على خير. تشوس.